عارفين إن في ملايين الإيميلات أو الرسائل الإلكترونية بتتبعت يوميًا وأغلبها ما بيتفتحش أصلًا؟ في فرق كبير بين إيميل بيتقري وإيميل بيتشال في الtrash can من أول كلمة أو أول ما تفتح الرسالة. إيه الفرق؟ أول حاجة العنوان الsubject line لازم العنوان يكون جذاب، الجواب بيبان من عنوانه، الجواب أو العنوان هو اللي بيحدد مصير الإيميل، لازم يكون قصير، لازم يكون واضح، لازم يكون يشد، لازم يكون فيه فضول، زي مثلًا يكون العنوان عرض خاص هينتهي بكرة أو 3 أسرار هتغيّر من حياتك إلى آخره. الحاجة التانية الافتتاحية أو بداية الإيميل، ما تبدأش بكلام ممل، وجّه الرسالة للي مبعوت له الإيميل، الشخص لمّا بيقرا إيميل ويبدأ بكلام عام بيحس إن الرسالة دي مش مبعوتة له هو بالتحديد بيطنّشها، يعني لمّا تقول يا فلان عندي ليك خبر مهم أو العرض ده مخصوص ليك يا فلان، دي مهمة جدًا. الحاجة التالتة المحتوى، الإيميل مش مكان للمقالات أو الدش أو الكلام الكتير، خلّيك مختصر وواضح وركّز على قيمة واحدة بس أو طلب واحد بس جوّه الإيميل. وأخيرًا الcall to action إن أنت لازم الشخص اللي بيقرا الإيميل يبقى عارف أنت عايز منّه إيه بالتحديد، زي لازم تقول له اضغط هنا، سجّل دلوقتي، جرّب، الحق العرض، دي اسمها call to action. باختصار السر مش في إيميلات كتيرة بتتبعت، ولا إنّك تكتب إيميلات كتير، ولا إن الإيميل يكون طويل، السر إن الإيميل يكون جذاب وواضح ويتفتح ويترد عليه.